الشنطه دي كلها حاجات جبتها بقالي فتره ومستنيه ان انا اعملها معاكم انبوكسنج او هول. مش عارفه هو هول كذا حاجه الصراحه، هو شين على ارمينيا. ف اوريكم ارمينيا الاول واوريكم حاجه شين الاول. طب هنشوف، تعالوا بصوا. بما ان دي ارت شانل، فانا معظم الحاجات اللي انا هوريها لكم دي هي حاجات ستيشنري، حاجات ارت سبلاي، وحاجات الصراحه يعني انا عندي سياسه، وهي ان بدل معاكي فلوس حطي فلوسك في حاجات، او انا يعني فلوسك او فلوسك حطي فلوسك في حاجات، الحاجات دي تكون استثمار. طبعا مش ذهب، مش عقار، مش اي حاجه، بس انا بالنسبه لي ادوات. انا الاستثمار بالنسبه لي هو الادوات، لان بحس ان ده بشكل او باخر، بشكل تاتا كده بيكبر الاستوديو بتاعي. فتعالوا اوريكم حاجات جبتها للاستوديو بتاعي. ماشي بصوا. خليني اوريكم حاجه ارمينيا الاول. دخلنا مكتبه هناك مش فاكره اسمها ايه، هي مكتبه حلوه قوي. لقينا عندهم المساحه بتاعت دي مساحه صغيره قوي، تقريبا 10 سم في 10 سم، والاسعار كانت تحفه. دي كانت في حوالي 25 جنيه، والكواليتي كمان حلو قوي. فجبت منها 3 عشان انا الصراحه في الاستوديو حاليا انا واخده مكان شير، يعني انا ليا البارت ده بس. فانا نفسي في يوم من الايام ان انا يكون عندي اوضه لوحدي. تمام. فبخطط لها او بحاول من قبل ما يبقى عندي الاوضه ان انا يبقى عندي حاجات تساعدني اني اخلي الاوضه دي شبهي اكتر، او مكان انا نفسي اعمله بشكل معين. فدايما وانا في اي مكان لما بشوف اي حاجه بحس ان هي دي حاجه هتبقى حلوه او انا متخيلاها عندي حلوه فبقتنيها. فلما رحنا جبت ال3 دول كده، وفي منها نفس المقاس برضو بس من غير خشبه. بصوا دي بخشبه دي من غير. فمش عارفه الصراحه هستخدمهم ازاي، بس مثلا متخيل لو انا مثلا هعمل كورنر كده واحط ارسم على دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه واعمل لها كده اورجنايزنج بشكل ما. دي حاجات الصراحه بتحمسني على الشغل، وبتحمسني ان انا اعمل الحاجات دي. جبت ايه تاني؟ بما ان ارمينيا اصلا مشهوره بالرمان، فانا جبت من هناك هذه الرمانه. دي المفروض ان هي هاند ميد رمانه معموله من الخشب وميداليه. ولنفسي هم برضه مشهورين بالحاجات الهاند ميد عامه. فدي رج سجاده هاند ميد. ممكن ابقى اعلقها، بعملها بوستر، مش عارفه هعملها ازاي، بس حاليا الاستوديو اللي انا فيه هو مفيش مكان ان احنا نحط فيه اي حاجه تانية، يعني خلاص هو كده اخري الكورنر ده، او مش الكورنر، المكتبه دي، ويا دوب بحط فيها الحاجات. اي حاجه تانية مفيش مساحه. جبت برضو هذا. بصوا دي عباره عن ايه. دي حاجه زي ما انتم شايفينها كده مربعه، بتتلزق في النوت من ورا، وعشان اعلق فيها القلم زي ما انتم شايفين كده. اقتنياتي يعني بدماغي. متتريقوش عليا ماشي. حاجات كده. انا الفتره دي بقيت بجد مهووسه جدا باللون الفوشيا، وبقيت كل حاجه بحاول انها تبقى فوشيا وبينك واورنج، فوشيا وبينك واورنج. فاول ما لقيت القلم ده ناحيه بينك وناحيه اورنج جبته الصراحه. بيفتح كده هنا اورنج، والناحيه التانية بيفتحها بينك، وفي فيتشر معرفش مفيده ولا لا، بس ان هو لو بيتلف كده فانت تاخد نص وتاخد نص. بحب الحاجات دي يا جماعه، انا بحب الادوات عامه. انا يعني طالعه لجده الله يرحمه، فانا وجده كنا غاويين جدا من وانا صغيره ان انا اقعد اجيب ستيكرز، واقعد كراساتي تبقى كلها ستيكرز، واقعد بقى الون في الكراسات المدرسه، واللي هو الدرس العربي للون الفلاني والدراسات للون الفلاني. فانا غاويه الحاجات دي قوي قوي قوي، ولما بشتريها بحس ان انا معايا كنز. هو ده الاستثمار. ماشي. القلم ده بقى ايه؟ القلم ده بيكتب من هنا جاف. ماشي. القلم ده بيكتب من هنا جاف، وده اللي بيمسحه بس كده. ماشي. عندنا ايه تاني؟
شفت كان في فتره كده كنت بحب اقعد العب بالبوليمر كلاي، بس اللي كانوا في مصر كانوا الصراحه تقال قوي يعني ناشفين جدا. فلقيت السيمو دي كنت بشوفها كتير جدا في بنات اليوتيوب. لو حد مش عارفه ايه بنات اليوتيوب دولت، انا بتكلم عليهم كتير قوي. بنات اليوتيوب دولت هم البنات الفنانات اللي بيعملوا فيديوز على اليوتيوب، وانا بتحبهم وبتاثر بيهم وكده. ساعات بيقعدوا يعملوا حاجات بالبوليمر كلاي، فانا كان بمبلغ يعني شويه، فانا اخترت بس الالوان اللي انا مهووسه بيها حاليا الفتره ديت، اللي هو الاصفر وابيض وبينك واورنج. هعمل بيهم حاجه امتى ما اعرفش، يعني ممكن يبقوا يعني في الاستوديو الجديد. ماشي. اشتريت ايه تاني؟ طبعا مش عارفه اروح المكتبه ما اشتريش ستيكرز، فاشتريت الاستيكرات التحفه دي، حلوه قوي يا جماعه بجد، بجد حنينه بجد، طب حلو قوي. والاستيكر ده هو قابب شويه كده، ودي هي المفروض كده اهو، دي 2 بينز لحمامه او عصفوره، والمفروض ان في فيرجن منها اسود بقى في ابيض العكس. فمريم خدت واحد وانا خدت واحد. ماشي. وكده دي الحاجات اللي ستيشنري كانت من مكتبه معينه. في مكتبه تانية اسمها بين اكس بوكس قصدي، دي جبت منها بنات اليوتيوب. بيبقى في اقلام رصاص كده، الوان خشب بيستخدموها، والاقلام دي يا جماعه بجد حلوه قوي قوي، وموجوده في مكتبه الوان وغاليه جدا جدا. فاول ما روحت هناك ولقيتهم بسعر مناسب، رحت جبت ال3 الوان دول. يعني انا هعمل حركه بس يعني معرفش مش كل الناس بتحبها قوي، بس انا هعملها لكم. انا بعشق اشم ريحه الرصاص، ريحه الالوان عامه. فده الريحه بتاعتهم حلوه قوي. ماشي. ايه تاني عندنا؟ هناك عندهم ميني سو. ففي مره وانا كنت في ميني سو، رحت لقيت كده من هناك علبه اسود على طول كده فيها الالوان، فقلت يا دول اكيد اخر حاجه اشتريتها من ارمينيا دي العلبه دي. الالوان دي اكيد فسفوري كده وبتكتب فوق الورق الاسود، فانا جبتها من غير ما اجربها ومن غير ما اسال فيها ومن غير ما اعمل اي حاجه، جبتها على طول. ولما رحت فتحتها لقيتها الوان ماركرز عادي. فالواحد ما بيتعلمش بالساهل يعني. ماشي. بس يعني ما كانوش غاليين قوي برضه. ماشي. ونظرا برضو ان انا بقالي فتره بقيت مؤمنه بفكره ان الواحد لازم يكافئ نفسه. طبعا الحاجات دي بكافئ نفسي بيها، بس انا بقيت اكافئ نفسي بان مقتنياتي اقتنيها واستخدميها. فلما بقيت اجيب نوت بوكس او بقيت اجيب ستيكرز، بقيت اجيب سكتش بوكس، اي حاجه بقيت احب استخدمها، بقيت احب اعيش ان انا مستخدمه الحاجه دي، مش ان اشيلها. علشان لما بقيت اشيل الحاجات ببقى ماشي بص عليكي مبسوطه بيكي، بس انا عايزه استخدم. فرحت جبت لنفسي من هناك من ميني سو ارمينيا التو دو ليست دي، او هما دولت كل واحده لوحدها وهلو كيتي، علشان كافئ نفسي لما انا بعمل. انا في حاجه بعملها ده من ساعه ما بقيت فول تايم فريلانس. بقيت انا عندي هنا في بورد، سامعولها لكم البورد دي. ماشي. البورد دي كنت جايباها من جرير السعوديه. المهم، فانا بحب اعمل لكل تاسك ورايا او لكل بروجكت ورايا واحده. تمام. وفي الاخر خالص في اخر السنه مثلا اجمع اشوف انا مثلا عملت كام بروجكت في طول السنه من كل واحده من ديت بقى مثلا. دي من ضمن الحاجات. في حاجه برضه ثانيه جبتها لنفسي وهي الكراسه ديت. والكراسه دي مفيش اي حاجه مميزه بجد، هي عباره ان هي كراسه منت جرين عليها ايس كريم، والايس كريم طالع بارز شويه كده، وهي من جوه مربعات. تقولي لي يا شروق جبتيها ليه؟ هقول لكم ان انا وانا في ارمينيا كان نفسنا انا ومريم ناكل ايس كريم جدا، وما كناش عارفين ناكل ايس كريم هناك بسبب ان احنا ما كناش واثقين في الصناعه بتاعته، فكان وحشنا الايس كريم. فاول ما شفتها قلت ايه ده، الله ايس كريم. فرحت جبتها. بس ان انا مش هتخسر يعني، ممكن استفيد في يوم من الايام حاجه ان انا احتاج المربعات دي في حاجه، بس مفيش حاجه هتخسر، وخصوصا ان عمله ارمينيا واقعه، فكانت الحاجات هناك مش غاليه.
ماشي. الحاجات اللي جبتها هناك واللي بحب استخدمها وهي الواشي تيب. ممكن في يوم من الايام ابقى اعمل لكم واشي تيب هول واوريكم الواشي تيبس اللي عندي. كنت مؤخرا ما بعرفش استخدمهم بس بقيت استخدم خلاص بقى عشان خلاص انا محتاجاهم، او يعني عايزه العب، يعني عايزه ابين لنفسي ان انتي بتستخدمي حاجات. ف بيتزات هي عباره عن بيتزا 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 بيتزا. ماشي. بس انا اشوف كده حاجه تانية ممكن نوريها لكم من ارمينيا. بصوا بقى، بما انكم لسه واخدين بالكم انا لسه جايبه حاجات مهووسه بالبينك. تمام. انا جبت دي من مينيسو ارمينيا برضه. احنا يا جماعه كنا ساكنين جنب مينيسو فكل شويه كنا بنروح عليه. فدي انا متخيلاها ان ممكن في الاستوديو الجديد اللي هو معرفش امتى بس في يوم ما وبالمناسبه الكونسبت بتاع يوم ما ده فعلا لما بتهيئي نفسك، او بصي هتكلم بنت لان معظم بيتفرجوا عليا بنات، لما بتهيئي نفسك ان في حاجه معينه جايه هي سبحان الله بتيجي. فانتوا بس يعني صدقوا في نفسكم وصدقوا في ربنا ان الحاجه ممكن تيجي وبس. يعني انا مثلا لما قررت ان انا عايزه اعمل استوديو واطلع بره working from home والجو ده، انا اصلا في الهوم كنت عامله كورنر، وانا اصلا في الهوم كنت مظبطه مثلا كرسي مكتبه الحاجات دي كلها. فواحده واحده كده الحاجه فعلا كل ما بتستثمري كده وتحطي فلوسك في حاجه عشان انت عارفه الحاجه دي هتفيدك قدام او متخيله لها ممكن تستخدميها قدام ازاي، فالحاجه بتيجي يعني عشان تاخدي لها اوريدي خطوات. فانا جبت دي لحد دلوقتي مش عارفه هستخدمها في ايه ومش هحطها في الاستوديو حاليا، نشوفها بقى معرفش امتى ان نشوفها ان احنا هي ليها مكان خاص. ماشي. وجبت دي برضو دي مش هعلقها السنه دي او مش هعلقها في الاستوديو ديت، بس دي برضو هما هناك مشهورين بالسجاد والرمان ومعرفش تقريبا دي ناي بس ما شفتش حوار بس دي المفروض حاجه تتعلق كده. ماشي اوكي. شفت دي برضو بينك مينيسو بس عجبتني قوي بقى علشان كان فيها الفراولايه دي كيوت قوي وخامتها كمان بصوا فيها مضلعه كده حاجه بنت ناس. ماشي. نيجي بقى لفقره الميك اب. انا عارفه ان انتوا دي مش بيج او مش اكونت ليه علاقه بالميك اب، بس يعني بما اننا بنات فانا هوريكم سريعا. يعني ده جبته بسيط جدا، ده من مصر مينيسو عادي. ماشي. او يعني كانه في مصر عادي. البراند دي حلوه قوي من هناك من ارمينيا وريحه الفانيليا بتاعتها تحفه. اهم حاجه وهي اقلام دول ماركه جولدن روز، ودول تحفه. دول ايلاينر بيجمنت بقيت في اي حاجه رايحاها احب ان انا العب بيها جدا، فانا هوريها لكم كده في ايدي. انا هعمل لكم بقى ايه. وكمان انا جربت وانا هناك ان انا احط بصوا اعمل ميكس ما بينهم تحفه بجد. تقولي يا شروق ده مش موجود في مصر، هقول لكم ده بينك، هقول لكم معرفش، بس انا عجبتني وانا كنت حاسه ان انا عايزه اجيبهم. جبتهم ليه؟ لان الواحد مكافئ نفسه والواحد بيبقى محوش بقى فتره كبيره جدا وقافل على نفسه في حاجات كتير، فلما بتجيله الفرصه بقى ويلاقي حاجات شبهه اقتنيها. هو ده الاستثمار. ماشي. خلاص دي كده تقريبا كل حاجه ارمينيا. تعالوا بقى دلوقتي هوريكم حاجه شين، بس ثواني هروق عشان انا ما بحبش العك ده. ماشي. الحاجه دلوقتي بتاعه شي ان، او قبل ما اوريكم حاجه شي ان حابه اوريكم ان انا في حاجتين انا خدتهم من كايرو كوميكس ونسيت ان انا اوريها لكم، فبالمره كده برضو ايه هوريها لكم بما ان ده هول مشتريات الفتره الاخيره. دول البينز. دي اول بين بتاع مريم عبد اللطيف، مش عارفه امسكه ازاي، استنى. وده البين بتاع سلوى. نيجي بقى للحاجات اللي جبتها من شي ان. هعيد الجمله تاني واقول ان الحاجات اللي انا جايباها هي اكتر للاستوديو او حاجات يعني حاجات انا عايزه تكون موجوده في الاستوديو. فشفت الكاتر دي اللي هي بتقطع دواير، فانا مثلا عايزه اقطع دواير بشكل معين، بحط الورقه كده اهو وبعد كده
تقطع. فدي اول اقتناية في الاستوديو. ماشي. جبت برضو هذا الشيء هوريكم، هي مش تبعهم بس انا هوريكم عشان كنت حاطاهم هنا. جبت بقى بما اني بستخدم البورد ديت، جبت بقى زها الكيوت بينز دول. بصوا كيوت قوي، دي ورود ورود ورود، هما وردات صغيرة كده بين علشان اثبت بيهم الورق في البورد. تحفة تحفة، بينك ورود. ماشي. وجبت اللمبة دي، المفروض انها تتركب. وجبت اللمبة دي اللي هي بتعمل بقى سانست وحاجات زي كده، ممكن ابقى اجربها في الاخر. تعالوا دلوقتي خلاص هنشغل اللمبة اللي انا جبتها. ماشي. كده الاصفر، شايفه باين عندكم ازاي؟ اصفر، اورنج غامق، اورنج اغمق، احمر، اخضر فيها شويه، مزرق شويه، مزرق اكتر، مزرق جدا. بعد كده ازرق، وازرق فاتح شويه، بيربل وموف وبينك او فوشيا. بس بقى هستخدمها ازاي مش عارفه لسه بصراحه. بفكر ان انا مثلا احطها كده. ومعاها الريموت، لان كان في كذا اوبشن ان انت ممكن تجيب اللي هو لون واحد بس وخلاص، بس بما انك بتستثمر فيفضل ايه يعني، ده وجهة نظري برضو، فيفضل ان انا لما اجيب الحاجه اللي فيها فرايتيز اكتر، عشان الله اعلم انا قدام هحتاج الحاجه ازاي، فبتبقى الحاجه معايا وانا مطمنه. يعني انا نفسي جدا مثلا الفتره اللي جايه ان انا اجيب الاستوديو كروما خضراء. افكر مثلا في يوتيوب ولا حاجه ان انا احط الكروما الخضراء دي هنا ورايا، واعمل مثلا بحر، فاطلع مثلا اكلمكم وانا على البحر، والرحم البحر ده كنت انا رسماه، فكاني في العالم الخاص بتاعي بالرسومات بتاعتي، وانا في اليوتيوب هنا وبتكلم. ان هي كلها افكار واحلام ومحتاجه وقت عشان نشتغل في الحاجات دي جنب الشغل اللي بيجيب فلوس. ف تشالنج والله يا جماعه، بجد والله تشالنج. انا ممكن اكون بتكلم بشكل فن دلوقتي، بس دي افكار فعلا حاليا في دماغي يعني. ماشي. جبت ايه تاني برضو، بما ان انا حد بيحب الطباعه وبحب اشوف البرودكتس واشوف الرسم وهو متحول لبرودكتس وهكذا. بالمناسبه لو حد عايز يحضر ورشه للطباعه انا بعملها، ممكن تروح لاوكي ستوديو. قررت ان انا اشوف الورق اللي هو بيتلك وبيلمع كده، ستيكرز. جبته من على شي ان. ماشي. وكان باك كده فيها تقريبا 40 ورقه دي، وفيها لكل ورقه، لكل تقريبا 10. ايه ده؟ مش عارفه. 1 2 3 4 5 6. لا هم طلعوا ان هم 24 ورقه، علشان هم لكل شكل 6 ورقات. بصوا ده نقط كده بتلمع كده، وده بيلمع بس بشكل مش عارفه اقولها ازاي الصراحه. يعني انتوا شايفين اكيد الفرق، يعني ده نقط وده عادي. ماشي. وفي شكلين كمان، وهما واحد كده قصاقيس شارب، والتانية دي نجوم. اتمنى يكون صوتي باين عشان الكاميرا هنا والمايك هنا، مش عارفه بصراحه يعني، فاعذروني لو كان في مشكله. ايه تاني هقول لكم؟ في مش عارفه اكتب كده. اخر حاجه بقى دلوقتي هوريها لكم، ودي حاجه فكسانه بس I love it. وهي كده طلع في حاجات تانية انا مش ناسيه، ما كنت بقول مش جايبه حاجات اكتر. ماشي. انا لما عملت من فتره كده عملت الجست بوك، انتوا مش هيبقوا شايفينه بس يعني من فتره كده قلت ان اي حد هيجي يزورني عندي في الاستوديو
هبقى مبسوطه ان هو لو ساب بصمته في الاستوديو. تمام. والبصمه دي فكرت ان هي ممكن تكون هي مش انا فكرت، هي مريم صاحبتي الصراحه اللي رشحت لي الحوار ده، قالت ايه رايك الناس لما تجيلك تعملي جيست بوك؟ فانا مسكت فيها الصراحه وقلت لها ماشي، فعملتها على طول. فكنت كلمه جيست بوك كل شويه كنت اكتبها بخط ايدي، حرف يظبط حرف لا، وكنت متخيلاه قوي لو كان ستيكرز كده محطوطه. فحد ممكن يقول لي طب ما كنت تعمليها انتي وتطبعيها، اقول له مش فاضيه الصراحه. فطلبتهم من شي باشكال مختلفه والوان مختلفه، حروف كده، علشان لو حبيت اعمل اي حاجه فيبقى عندي فرايتي. اوكي. بما اني دخلت في حته الستيكرز في شين، فهو قاعد يسجست مي ستيكرز كده برضو، بس دول للضوافر. انا صراحه يعني ماليش في حاجه الضوافر يعني الصراحه، فعجبوني. مش عارفه هستخدمهم على ضوافري في يوم من الايام ولا لا، بس لو ما استخدموش على ضوافري فانا هم عجبوني، فقلت انا خلاص هبقى استخدمهم از ستيكرز عادي للورق. بس ده ممكن يخليني يعني بين هم ستيكر عادي كده، انا ممكن احط واحده هنا. كيوت الصراحه، كيوت. بما انكم خدتوا بالكم ان انا بحب البينز قوي، فكان اخر حاجه، قصدي كان مش اخر حاجه، لسه في حاجه جديده. كان لازم طبعا اوردر شيء ان انا استغل الفرصه واطلب حاجات بينز، فجبت اكتر بين بحسس نفسي ان انا بحسه دايما، واللي هو everything is under control. كله تحت السيطره. اوكي. وانا ومريم عبد اللطيف لما رحنا الشارقه، وهناك كان في اوركسترا، يا جماعه بجد دي كانت اول مره احضر اوركسترا بجد حقيقيه قدامي، وكانت تحفه. فكانوا بيغنوا جدا اغنيه you've got a friend you've got a friend in me. فاول ما شفت البين ده افتكرت الصراحه الاوركسترا، وافتكرت ان انا ومريم كنا مبسوطين قوي الصراحه واحنا بنغني الاغنيه دي مع بعض. فجبت واحد واديتها بتاعها، يعني جبت 2 واديتها واحد وانا واحد. ماشي. وحاسه ان في هنا، شوفوها في فيديوهات تانية، في هنا عندي كده جايبه طاره، والطاره دي حاطه فيها قماش خيش وبحط فيها البنز، يعني بحب البنز عامه يعني. فغالبا صغرت خلاص على البنز كميه البنز اللي عندي، فغالبا هجيب طاره جديده اكبر علشان يبقى فيه مساحه كمان لبنز اكتر بعد كده. نيجي بقى لاكتر حاجه متحمسه لها جدا، وبما اننا داخلين على فتره الشتاء، والشتاء هنا الاستوديو الدنيا بتبقى برد حرفيا فيه، فقررت ان انا اجيب حاجه لزوم التدليع، يعني ادلع نفسي وانا شغاله. ايه هو بقى؟ هذا المج في الكوبايه. بصوا كيوت ازاي، بصوا كيوت ازاي بجد، تحفه تحفه تحفه. بالمناسبه حاولت اعمل حاجه زيه قبل كده من سنه كده، لما رحت عملت الحاجات السيراميك والفخار والخزف والجو ده، طبعا ما طلعش بالفينش ده. بس فمبسوطه قوي بقى ان انا مثلا احطه كده واشرب واصور لكم فيديو وانا تحت البطانيه. مريم جايبه لي بطانيه هبقى تشوفوها في الشتاء، فبقعد كده فاشرب حلو قوي. اشرب بقى في اي حاجه بقى، حمص الشام، نسكافيه، اي حاجه، بس المهم ان هو يبقى حاجه كيوت كيوت، باين ازاي لذيذ. بس كده، ودي كانت الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. see you bye.